لا تنسوا الاشتراك في قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ، ما تنسوش دعمونا. تلقى فريق ريال مدريد هزيمة جديدة في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد السقوط أمام ختافي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين. والتقى الريال مع ختافي على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الليغا الإسبانية، في مباراة ظهر فيها الفريق الملكي بعيداً تماماً عن مستواه. ملخص أحداث المباراة: تميز اللقاء بالاعتماد الكلي على الركلات الركنية، حيث جاءت جميع أهداف المباراة الثلاثة من كرات ثابتة. أولاً، هدف التقدم لأرسنال. افتتح المدافع ويليام صليبا التسجيل في الدقيقة 21 برأسية بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا. ثانياً، هدف التعادل لتشيلسي. عادل تشيلسي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، الدقيقة 45+1، عن طريق هدف عكسي سجله مدافع أرسنال بييرو هينكابي بالخطأ في مرماه إثر ركنية نفذها ريس جيمس. ثالثاً، هدف الفوز ليوريان تيمبر. سجل يوريان تيمبر هدف الحسم لأرسنال في الدقيقة 66 برأسية متقنة مستغلاً ركنية نفذها ديكلان رايس. أبرز الإحصائيات والأحداث: طرد بيدرو نيتو. أكمل تشيلسي المباراة ب10 لاعبين بعد طرد بيدرو نيتو في الدقيقة 70 نتيجة حصوله على إنذارين متتاليين، الأول للاعتراض والثاني لتدخل قوي على جابرييل مارتينيلي. تألق الحراس: أنقذ ديفيد رايا مرمى أرسنال من عدة كرات خطرة في اللحظات الأخيرة ليحافظ على الفوز. موقف الدوري: بهذا الفوز عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.